فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قال بالتدبير للأكوان. فإنه يطلب لنا في هذه الليلة الأربعاء الليلة التاسعة من شهر ربيع الآخر على 37 أن نلتقي في محور الأحبة في مدينة فاس في المملكة المغربية، أمر الله جل وعلا بالإيمان وطاعة الرحمن، وأشاع فيها الخير وحمى عن كل مطلوب، وبارك فيها في أهلها ووفق أهلها ووفقنا وإياكم جميعا لكل خير. يقول لنا معشر الأحبة أن نلتقي في هذه الليلة نتذاكر فيما بيننا، وإن مما نتذاكر فيه معشر الأحبة أنه في هذه الحياة الدنيا، وكما تعلمون وفقنا الله وإياكم هذه الدار إذا ابتلاء القرار، فإنما هي دار نقلة يحصل منها الإنسان ما يتبلغ به إلى دار القرار، فهي دار ثانية، والعاقل من وفق في اغتنام أيامه فيها في دار الباقية. وقد ترادفت الأخبار وتواطأت الآثار بذنبها فلم يزيد فيها، ومدحت المتقللون منها والمعرضون عنها، ومدح الزاهدون فيها وفي ذلك والآخرة يكون خير من النار يقول. قال جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء سبقت به نبات الأرض مما يأكل الأنعام مما يأكل الناس والأنعام. قال جل وعلا وهم لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء سبقت به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب فإن الدار الآخرة فهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال جل وعلا زعم من ركن إلى الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال سبحانه في ذنبهم أرضيتم بالحياة الدنيا للآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالآية في هذا معطى أحبة كثيرة، والعاقل إذا تأمل في هذه الحياة ونرى مدة بقائه فيها شهد فيها ما دام يعلم أنه فارقها وهو متيقن من ذلك، يعني ليس الدار بقاء إلا فالعاقل يجهد فيها ويأخذ منها فيبلغه إلى دار القرار عند ربه تبارك وتعالى. الراغب في رحمة الراغب في تحصيلها إنما هي رغبة من سافر فأقام في البلد فلا بد أن يرجع إلى بلده. فما يتمتع به صاحب هذه الدنيا إنما هو روحه ثم ينقطع فيبنى ويزيد. فما عيبة الدنيا معشر الإخوان بأعظم من بنائها وبأبلغ من بنائها. ما عيبة الدنيا بعيبه هو أبلغ النفوس من كان في حياته في طلول الحياة ما عيبت بشيء هو أبلغ من بنائها، وما عيبت بشيء هو أبلغ من تقلب أحوالها. وهذا أدل دليل على مصطفاتها وجمالها. هي دار الهم والغم والعنى سريع تقبلها قليل زوالها إذا أضحكت أبكت وإغرام مسؤولية وإغرام وطنها تمثل المسؤوليات عن قطاع القاف فلا يجب على حال الشان. فتنزل الصحة فيها للسر، وتنزل الوجود فيها للعدم، وتنزل الشباب والقوة في الشيء والهرم، وتنزل النعم بالبؤس، وتنزل البهجة والسرور بالحزن والآلام، وآخرها تنزل الحياة بالممات. كل ذلك من نظر فيه وتأمله كفاه بأن يقدر هذه الحياة الدنيا مع الأحبة ويرغب إلى الله جل وعلا بالتزوج بدار الآخرة. فهذه الدار كما قال الإمام أحمد هي دار تخرجي ويموت سكانه رحمه الله تعالى وبعده تخرج ما تريد
تريد بلدانها. وأي أعظم من هذا تحت كتاب الله تبارك وتعالى. فعجبا لمن رأى هذه الحياة الدنيا محض العزة، عجبا لمن رآها ورأوا على تقلبات أهلها كيف يطمئن إليها في جنبها حسنة. وإذا عامل الله سبحانه وتعالى في السر بالسر وفي العلانية بالعلانية فقد وفق للخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الركون إلى هذه الحياة الدنيا. فالدنيا هذه دار من لا دار له، دار من لا دار له. وقد ورد في هذا حديث ضعيف. وهكذا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، الكافر يتمتع فيها ويتلذذ. وقد ورد هذا أيضا في حديث فيه ما فيه من كلام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما هو عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. هي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله عز وجل. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت معشر الأحبة هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة كما صح ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلهذا ينبغي للمسلم أن يراقب حاله في هذه الحياة الدنيا وأن يعلم أنه منها على انتقال. فإذا كان الأمر كذلك فإنه والله سيوفق بإذن الله جل وعلا باستغلال حياته القصد. تهين المكرمين لها بصبره وتكرم كل من هانت. تهين المكرمين لها بصبره وتكرم كل من هانت عليه. إذا تضيت عن شيء بداه وقل ما أنت محتاج إليه. قد سقت أربابها سما في تقلباتها عليهم وأبدلتهم بأفراحهم حزنا وهما. فما ينبغي للمسلم أن يغفل عن الآخرة ويشتغل بها. معشر الأحبة، إن هذه المدة في هذه الحياة الدنيا قليلة، وإن العمر مهما طال عاقبته الموت، والبقاء مهما طال عاقبته الانتقال. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا معشر الإخوان أن نجتهد مدة بقائنا في هذه الحياة الدنيا ما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. تقول له الدنيا كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. ولم تزل الدنيا معشر الأحبة تصد الناس عن التفكر في الآخرة، ولا تزال الدنيا تفجعنا كل يوم بذهاب بعض من نحب من أحبابنا وأهلينا وإخواننا، ونحن نخدع ونتقلب ونتلذذ فيها وكأن الكلام ليس علينا، ولكأن هذه المواعظ ليست موجهة إلينا. إذا أضحكت أبكت، وإن واصلت صلت، وإن سالمت خانت، وإن سامحت غلت، وإن أفرحت يوما فيومان للأسى، وإن ما جلت للصب يا صاحي أو جلت حلاوتها كالصاب فاحذر مذاقها إذا ما حلت للمرء في البأس أو حلت. هذا حال الدنيا معشر الأحبة. والواجب علينا جميعا أن نتفكر في حال من نزل هذه الدنيا من العظماء ثم ذهبوا، ومن الجبابرة ثم ذهبوا. ماذا بقي من أخبارهم؟ ما بقي إلا ما يذمون به إن ذكروا. ولكن انظروا إلى أهل الصلاح وإلى أهل الخير من أنبياء الله ورسله وأهل العلم العاملين والعباد الصالحين، كما ابقى الله لهم من الذكر الحسن في الدنيا من بعد مماتهم، وأجرهم بين أيديهم عند الله يوم القيامة. فالواجب علينا أن نجتهد في هذه الحياة معشر الأحبة، وأن لا نفرط في ساعاتنا، وأن نحرص على أوقاتنا. وأعظم ما ينفق فيه العمر هو العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه هي المسائل الأربع التي من تفكر فيها وتدبر فالخير كله فيها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأولى العلم، الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فالعلم يحتاج إلى صبر في التعلم حتى يصل الإنسان إلى مراده، ثم يحتاج إلى صبر على العمل به، وأخذ النفس بالجد والقوة والحزم لأن يعمل بما علم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
فالواجب على العبد أن يسأل نفسه في هذا الباب، فإذا تعلم فعليه أن يعمل، وإذا عمل عليه أن يدعو إلى هذا العلم الذي من الله به عليه فيهدي الناس إلى الخير والحق كما هدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو الذي يجب أن يغتبط به وأن يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم بعد الدعوة إليه الصبر على الأذى فيه. واعلموا حفظكم الله أنكم لن تجدوا الطرق مفروشة أمامكم بالورود، لا بد من المخالف، لأنكم تأمرون الناس وتخالطونهم على ما يريده الله جل وعلا وعلى ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تلتمسون رضا الله في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس الخير وفي تمسيكهم بالخير بالحق والهدى، والناس لا بد وأن تجد منهم مخالفا في هذا الباب، لأنكم لا تأتون لهم على شهواتهم وعلى رغباتهم وعلى ما يريدون، فلا بد أن يلحقكم من الأذى في هذا الباب ما يلحقكم كما لحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاصبروا، فإن هذا الباب باب الصبر، وهو باب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد صبروا على أقوامهم، والقرآن مليء بالقصص في هذا، واقرأوا في ذلك تجدون. فإن تسلو عنك النفس أو تدع الهوى فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نصبر وأن نحتسب وأن نبادر بالاستغلال لهذا العمر في هذه الحياة الدنيا، وأن نعاجل قبل أن ينزل بنا الأجل. ما ضر جهل الجاهلين ولا انتفعت أنا بحذقي، وزيادتي في الحذق فهي زيادتي في نقص رزقي. فالواجب على العبد أن يعلم أنه في هذه الدار إنما هو أيام، وكلما مضى يوم منه فقد مضى بعضه. وإذا كان عاقلا وتأمل في من كان قد مضى من قبله من الجبابرة ومن الأخيار فإنه يعود على نفسه موبخا لها ومؤنبا لها وحاثا لها على الخير، حاثا لها على أن تتزود. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود فدمت على ألا تكون كمثله وأنت أرصدت كالذي كان أرصد. فهذا هو العاقل الذي يتفكر ويتدبر. وهذه الحياة الدنيا كما قلت لكم ما هي إلا متاع الغرور، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم، وأنتم بإذن الله تبارك وتعالى أهل لأن تقوموا بهداية الناس ودعوة الناس وتعليم الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم وما يعود عليهم بالصلاح في دينهم وفي دنياهم وأخراهم. فإن هذا العلم الذي أنتم في سبيله علم الحديث والسنة هذا هو الذي ورثه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ما لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فهذه الدار معشر الأحبة العاقل من عرفها وعرف تقلباتها واغتنمها فيما يقربه إلى ربه جل وعلا، والمغرور من انخدع بها وتغافل عما ينفعه بين يدي ربه تبارك وتعالى حتى خرج منها خاسرا. نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغها بعد إذ هداها. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين وبلدان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، كيف نستغل ما من الله به علينا من نعمة دور الحديث استغلالا يعود نفعه على الفرد والجماعة؟ أثابكم الله. أما استغلال هذه المدارس فيما يعود من نفع على الفرد فذلك أولا بانتفاع الدارس والمدرس. المدرس عليه أن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد ولا يركن إلى ما عنده من العلم، بل عليه أن يجتهد في البحث والمطالعة والقراءة والنظر، فإن هذا الباب باب كل يوم يزيد قابل للزيادة. ومن مكث على ما هو عليه ولم يبحث ولم يقرأ ولم يطالع ولم يستفيد في يومه شيئا من العلوم مما لم يكن يعلمه من قبل فهذا في الحقيقة هو الخاسر. المدرس يستفيد من هذه الناحية
إذا كان مدرسا لطلاب العلم في هذه الدار أو في غيرها أو في حلق المساجد فإنه يستفيد، وهذه الفائدة تأتيه من هذا الباب، كونه يحضر ويقرأ ويطالع ويجتهد، يأتي بالجديد كل يوم ويستفيد، فهذا يحثه. هذه الأعمال، هذه المدارس، هذه الحلق، هذه الدور تحث المدرس على أنه يزداد كل يوم علما. وأما الدارس فهو فرد أيضا آخر، فإنه يستفيد بمقابلته للمدرس، كل يوم يجد له شيء فيسمعه من مدرسه ويستفيده من مدرسه. فإذا كان المدرس نشيطا مجتهدا باحثا مطلعا مداوما في ذلك على ذلك، فإنه يأتي بالجديد والمفيد كل يوم لأبنائه الذين يدرسهم. وإذا اجتمعوا جميعا عاد الدارس إلى أهله فنفعهم، وهكذا المدرس يعود إلى مجتمعه ويخرج إليهم فينفعهم، فيعم بإذن الله تبارك وتعالى الخير. وهناك باب آخر وهو أن تعقد هذه الدور، دور الحديث، لقاءات للكبار أيضا، لإخوانهم وآبائهم، ويعلمونهم ويفقهونهم في دين الله ما يرون أنهم بحاجة إليه، وعليهم أن يهتموا بالضرورات، فيبتدئوا بالاعتقاد، باب الاعتقاد الصحيح، يصححون للناس عقائدهم كما جاءت في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصححون للناس الفقه بدليله، فإن العلم إنما هو معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، فيعلمون الناس الهدى بدليله ويرحمونهم بإخراجهم لهم من الجهالات ومن الخرافات ومن مألوفات الآباء والأجداد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مما لم ينزل الله به من سلطان، فينتفعون وينتبهون، فيتعلم الجاهل ويتنبه الغافل، وبإذن الله بهذه الطريقة يعم الخير بين الفرد والمجتمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم شيخنا، سلمكم الله، لو تتكرمون بتوجيه نصيحة لعموم المسلمين وللسلفيين خاصة بالعناية بأبنائهم وتفريغ من لبث فيه النباهة للعلوم الشرعية. أحسن الله إليكم. لا شك أن علوم الشريعة هي أولى ما اشتغل به الإنسان. قدم وجوب العلوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من مجب النقم، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. فالعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، ويكفي ويغني عن هذا كله وأفضل من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا أظن مسلما يسمع مثل هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا أظن أحدا يسمع هذا الحديث ثم يرغب عن الفقه في دين الله تبارك وتعالى ويرغب عن العلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو التاج الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم هذا سبيل إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي اللفظ الآخر سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العابد العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيكفي لمن سمع هذا الحديث أيضا أن يعرف أي موروث هو الأشرف، فإذا علم أن العلم هو أشرف موروث، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه، إذا علم ذلك فإنه حينئذ سيفرغ أولاده، بل سيقوم عليهم، بل سيحثهم على الإقبال على العلم الشرعي. فإن قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دليل باللفظ والنطق على أن من أقبل على الفقه في دين الله ومعرفة أحكام الله ومعرفة الحلال والحرام فقد أراد الله جل وعلا به خيرا. ومن لم يعرف ذلك فإنه ينطبق عليه بدلالة المفهوم أن الله لم يرد به خيرا. وأي إنسان يحب لنفسه أن الله ما أراد به خيرا؟ ما هناك من عاقل إلا ويحب الأولى. فإذا علم الناس هذا وبين لهم فضل العلم الشرعي ومنزلة العلم الشرعي ومكانة العلم الشرعي فإنهم سيقبلون. وهذا دور إخواننا وأبنائنا وأحبتنا في هذه الدور وفي حلق العلم، عليهم أن يبينوا للناس فضل العلم الشرعي،
فإذا بينوا لهم وبينوا لهم منزلته وعلو قدره وعلو قدر أهله فإنهم سيقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا تليت عليهم هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيقبلون بإذن الله تبارك وتعالى. فإن العلم لا شيء يعدله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى بعد شهادته وشهادة ملائكته استشهد بأولو العلم فهم أفضل الناس على أعظم مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لعلو ورفعة أهل العلم ومنزلة أهل العلم كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فقصر الخشية الحقيقية الكاملة عليهم كما قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. يعني بعد سماع هذه الآيات وسماع هذه النصوص الحاثة على العلم إنما يتعظ أصحاب العقول الصحيحة ويتعظ أصحاب العقول النيرة ويتعظ أصحاب العقول الحية. إنما يتذكر أولو الألباب ألباب العقول هؤلاء هم الذين يتعظون. فإذا ذكرت مثل هذه النصوص للمسلمين ورغبوا في العلم بذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وما ذكره أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الصحابة التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى فإنهم سيرغبون فيه بإذن الله تبارك وتعالى ويقبلون بأبنائهم على العلم الشرعي الذي ينفعهم في الدين وينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت الدنيا فاطلب العلم الشرعي كما قال سفيان وإذا أردت الآخرة فاطلب العلم الشرعي فإن العلم الشرعي يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث ما هي الكتب التي تنصحوننا بها في باب الزهد والرقائق أحسن الله إليكم؟ الكتب في هذا كثيرة واحرصوا على الصحيح منها. فمثلا الرقاق في صحيح البخاري وهكذا ما جاء في الترغيب والترهيب للمنذري قسم الصحيح منه في هذا الباب باب كبير. وأما كتب الحديث المسندة فهي تجمع ما التي لا تشترط الصحيح تجمع الصحيح والضعيف. لكن الكتب التي خصصت لهذا يعتنى بها كما جاء في صحيح البخاري في الزهد والرقاق كما جاء كذلك في الترغيب والترهيب ففيه جملة صالحة في صحيح الترغيب والترهيب الذي قام على خدمته الشيخ ناصر في الترغيب والترهيب فقسمه وبين صحيحة وضعيفة. ففي صحيح الترغيب في هذا الباب شيء طيب فله اعتني به وقرئ. ثم بعد ذلك قرئ في الكتب الأخرى ككتاب الزهد للإمام أحمد وكتاب الزهد للإمام أبي داود وكتاب الزهد لعناد بن السري الكوفي وكتاب الزهد لوكيع وكتاب الزهد الكبير للبيهقي وهكذا. هذه الكتب فإنها كلها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى.